هقول لكم على حاجة، في فيلم أجنبي كانوا جايبينه لولد اتولد في بار، مامته كانت عايشة في بار وحامل وبتشتغل في البار ده، فعلى طول دوشة 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 دوشة. الولد ده لما أخدوه عشان ينيموه ما بينامش، يعملوا موسيقى هادية، يعملوا مش عارفة إيه، ما فيش، ما بينامش. نام إمتى؟ لما شغّلوا الموسيقى العالية جامد جدًا اللي زي ما كانت شغّالة في البار. سبحان الله، لإن النسبة اللي اتخزّنت عنده noise equal comfort، فنام. الفكرة برضه عشان تعرفوا والله العظيم يا جماعة الريشو داخل في كل حاجة إزاي. في القهوة، في ناس بتشرب القهوة تصحى، وفي ناس قبل ما تنام يقول لك أنا لازم أشرب قهوة وأنام. دول مش متخلفين على فكرة. ده جسمه اتعود إنه يربط النوم بنسبة معينة من الكافيين. لو ما فيش الكافيين ده الجسم مش فاهم إن هو ده وقت النوم. فإحنا في الآخر مش بننام ولا بنصحى ولا بنرتاح بالصدفة، إحنا عايشين بمعادلات ونسب وبرمجة لجسمنا من قبل ما نتولد. وهنا ده يظهر دورك إنك تعرف الريشو بتاعك وبتاع جسمك وتفهمه، مش تحاربه. يعني أنا عِشت حياتي كلّها الناس كلّها تقول لي: "نامي، خُدي مهدئات وخُدي منوِّم وخُدي مش عارفة ميلاتونين." أنا ما بانامش. أنا اكتشفت إن أنا ما بانامش غير في نسبة معيّنة من الnoise، لإن أنا واخدة إن أنا كنت عايشة في عيلة، فدايمًا كان في دوشة حواليّا وأنا نايمة. فأنا لمّا قعدت لوحدي ما بقيتش عارفة أنام. هُس، هُس دي ما بتجيبش معايا خالص، ما بتجيبش. فكل واحد لازم يدوّر جسمك اتبرمج على إيه علشان تعيش مرتاح. وانتظروني في حلقة جديدة.